في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على علاج مرض الجدري عند الحمام والوقايه منه. اول كده يا جماعه، نصلي على النبي في الكومنتات ونخش في الموضوع ببركه الصلاه على النبي. بسم الله توكلنا عليك يا رب. اول كده بدايتنا يا جماعه ان مرض الجدري مرض فيروسي، عشان تبقى عارف ان هو مرض فيروسي مالوش علاج. احنا بنقول يا جماعه مالوش علاج. هو ما فيش حد لغايه دلوقتي في مصلات او حاجات نزلت تمنع الجدري او علاج اساسي يمنع الجدري. كلها عمليات اجتهادات، عمليه اجتهاديه. ان انا بعالج الجدري ازاي؟ حبايه الجدري لما بتيجي قبل ما تيجي اكون رافع مناعه الحمام. بيجي عن خلال حشرات، احط سلك رفيع كده عشان الحشرات ما تخشش، وارش ببرجانات البوتاسيوم، اغسل الاواني، ارش بفيركون اس. المكان فيركون اس غني عن التعريف، ملوش حل ومستورد وجميل. في حاجه اسمها بيتكس بيطري برضو جميل. المهم ان انت ترش مكانك وتتعقم مكانك، ما تستناش المرض لما يجي لك. جالي، افترضنا على وجه الافتراض وجه، هو بيجي في الزغاليل عامه، بيجي في الوش، بيجي في المنقار، بيجي في فتحه المجمع، بيجي في الجناح، بيجي في الجناب، بيجي في الظهر، بيجي في العقصه. المهم بيبهدل الزغلول. فانت عشان توقي او تلحق الحوار ده لازم ترفع من مناعه الحمام وتعزل الزغاليل فورا. ترفع من مناعه الاهالي وتعزل الزغاليل، عشان كل ما الاهالي تفرخ وتوقف انتاج، كل ما الاهالي تفرخ هيطلعوا فيهم جدري. لازم تعالج الجدري الاول من المكان، وبعد كده علاج الزغاليل سهل. تجيب مسه زرقاء تعالج مكان الحبايه، تجيب بتادين تتنضف مكان الحبايه وتعوص، هتنشف لوحدها وتقع. المهم ان انا الحق انضف في المكان، ان المكان هو اللي انتشر فيه الفيروس. انت خلاص عزلت الزغاليل، خلاص انتهينا من موضوع الزغاليل بقى. المكان بقى والاهالي، ارفع من مناعه الاهالي، ادي اومولانت بشري، ادي زوفوراكس مضاد فيروسات، ادي مثلا زعتر اعشاب طبيعيه، ده برضو مضاد فيروسات. المهم ان انا امسك الاهالي دي ارفع مناعتها وادي مضاد فيروسات واظبطها على القده وافصل الانتاج، اوقف الانتاج. ان انت كل ما تفرخ انتاج هيطلع فيه جدري، عشان دي خطوه عن تجربه. انا بنقل تجربتي لقناه ابو شم على الحمام، عشان دي قناه فيها مصداقيه. ولو وصلت لغايه هنا تبقى من الابطال، وتدوس لنا اللايك الجميل. ولو اول مره تتابعنا يا ريت تشرفنا بمتابعتك لانضمامنا للقناه ونكبر بيكم يا احلى عيله في الدنيا. تمام، وصلنا لغايه ان انت ترفع من مناعه الحمام وتظبط مناعه الحمام وتاكل الحمام كلفه متنوعه وتظبطه. وبعد كده تنظف مكانك وتوقف انتاجك حوالي من اسبوعين لثلاثه او شهر. ما تفرخش ولا زغلول لغايه ما تتاكد ان الفيروس مشي من المكان تماما. والعلاج الزغاليل سهل، انت بتمسه مسه زرقاء وبترفع برضه مناعته. بتدي له اومولانت مثلا بشري نص سم لمده 3 4 ايام. بعد كده بتدي مثلا زيفوراكس في الميه وهم بيشربوا، او انت مثلا بسنتي 2 سم في اللتر الميه، ما انت تحط الزيفوراكس مثلا غطا على لتر الميه. بتديه من مده من 3 ايام، من 3 ايام ل 5 ايام، لمده 3 ايام ل 5 ايام مضاد فيروسات زيفوراكس. او تدي مثلا زعتر. المهم تدي مضاد فيروسات للزغاليل برضه لمده 3 4 5 ايام. تمام، ترفع من المناعه بتاعه الحمام الكبير وتعالج في نفس الوقت. هيتمنع من عندك الجدري، وبعد مثلا ما تاكد ان الجدري مش